بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة بإذن الله. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض مفرش كروشيه بغرزة القلوب، والقلوب هنا مقلوبة، وزي ما انت شايفة المفرش شكله حلو جدا ورايق. المفرش هنا شبه بيضاوي، بدايته بتبقى مدورة وبعد كده بنحوله لشكل شبه بيضاوي زي ما انت شايفة كده، يعني لا هو مدور ولا هو بيضاوي. كل التفاصيل الخاصة بالمفرش هكتبها لك إن شاء الله في صندوق الوصف وفي تعليق مثبت. يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ المفرش. وقبل ما نبدأ، لو انت لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وهتشتغلي 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. بتدخلي جوه أول سلسلة وتقفليه بمنزلقة، تسحبي الخيط كده وبتعديه من على اللفة اللي على الإبرة. السطر الأول عندنا عبارة عن 20 نص عمود، فانت في أول السطر هترتفعي سلسلتين، ودول كده بنعتبرهم أول نص عمود من 20. هتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي جوه الحلقة، وبتبقي واخدة معاكي الخيط كده تحت الشغل عشان تقفليه بالمرة، وبتشتغلي 19 نص عمود. والنص عمود طريقته بتسحبي اللفة فبيبقى عندك 3 لفات على الإبرة، بتاخدي ال3 لفات كده مع بعض بسحبة واحدة. دي كده طريقة النص عمود. بتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي جوه الحلقة، تسحبي اللفة، بيبقى عندك 3 لفات على الإبرة، بتاخديهم ال3 مع بعض بسحبة واحدة. هتشتغلي تالت نص عمود كده 4 5 6، وهتكمليهم كده لحد ما يبقى عندك 19 نص عمود. بعد ما كملتيهم 19 نص عمود بتدخلي على تاني سلسلة من سلسلة ارتفاع وبتقفليه بمنزلقة، تسحبي اللفة كده وبتعديها من على اللفة اللي على الإبرة. وده كده شكل السطر الأول عندنا، كان عبارة عن 20 نص عمود بما فيهم ارتفاع السلسلتين. بعد كده بتقصي الخيط اللي كنتش واخداه معاكي تحت الشغل. السطر التاني هنشتغله بأعمدة بلفتين، فانت في أول السطر هترتفعي 4 سلاسل، 1 2 3 4، ودول كده بنعتبرهم تاني عمود بلفتين، وهنيجي في أول السطر في آخر السطر نشتغل أول عمود. تمام. بعد كده هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وهتاخدي لفتين على الإبرة وبنسيب نص عمود، وعلى النص عمود اللي بعده هتشتغلي 2 عمود بلفتين، والعمود ابو لفتين بتاخدي اللفة كده، وبعد كده بتسحبي اللفات على 3 مرات، لفتين لفتين لفتين. تاخدي لفتين على الإبرة وعلى نفس النص عمود هتدخلي تشتغلي تاني نص عمود، بتسحبي اللفة فكده عندك 4 لفات على الإبرة. هتاخدي عدد اللفات على 3 مرات، لفتين لفتين لفتين. دي كده طريقة العمود ابو لفتين، بناخد عدد لفاته على 3 مرات. كده احنا اشتغلنا على نص عمود 2 عمود بلفتين، بعدهم بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وهتاخدي لفتين على الإبرة وبتكرري، بتسيبي نص عمود وعلى اللي بعده بتشتغلي 2 عمود بلفتين، 1، وعلى نفس النص عمود بتشتغلي تاني نص عمود. كده احنا اشتغلنا على نص عمود 2 عمود بلفتين. بعد ال2 عمود بلفتين بتشتغلي 3 سلاسل. تمام. وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي. تمام. يبقى اللي انا هشتغله معاكي ده هيتكرر معاكي لحد اخر السطر. بتسيبي نص عمود وبتروحي على اللي بعده تشتغلي 2 عمود بلفتين، 1، على نفس النص عمود تاني عمود بلفتين، فكده بقوا 2. هتشتغلي بعد العمودين 3 سلاسل. تمام. يبقى الجزء اللي بيتكرر معانا ان احنا بنشتغل على النص عمود 2 عمود بلفتين وبعدهم 3 سلاسل، وبعد كده بنسيب نص عمود وبنكرر، والجزء هيتكرر معاكي في السطر 10 مرات، وانا هاجي في اخر السطر اشتغل معاكي اول عمود عشان يكملوا معانا عمودين. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر واشتغلتي اخر
3 سلاسل، هتاخدي لفتين على الإبرة، وهنا تحت هيبقى فاضل عندك نص عمود، تمام، اللي هو الفرق ما بين الجزء والجزء اللي بعده، ده ما بنشتغلش عليه. احنا هنقفل السطر باننا بندخل تحت المنزلقة اللي كنا قفلنا بيها السطر الأول، تمام. هتدخلي كده تحت المنزلقة وتشتغلي عمود بلفتين، تمام، واحنا بندخل تحت المنزلقة عشان العمودين يبقوا جنب بعض كده. هتدخلي بعد كده على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع وبتقفلي بمنزلقة، وبيبقى فاضل عندك بعدها 3 سلاسل اللي هما الفرق ما بين العمودين والعمودين اللي بعدهم. وده كده شكل السطر التاني، واحنا عندنا العمود بلفتين 3 سلاسل متكررين معانا في السطر 10 مرات، فبتعدي برضه عشان تتأكدي كده: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. السطر التالت بندخل بمنزلقة جوه ال3 سلاسل عشان نبقى جوه السلاسل ونشتغل كده مظبوط، تمام. هنا الجزء هيمشي معانا عبارة عن 5 أعمدة، فهترتفعي 3 سلاسل والأعمدة هنا بلفة، وهتشتغلي 4 أعمدة بلفة، والعمود أبو لفة بناخد عدد لفاته على مرتين: 1 2. كده تاني عمود بلفة بناخد عدد لفاته على مرتين: لفتين لفتين. كده 3 4، وبارتفاع ال3 سلاسل، فكده يعتبر عندنا 5 أعمدة: 1 2 3 4 5، والأعمدة بلفة. بعدهم بتشتغلي سلسلتين: 1 2. هتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي جوه ال3 سلاسل اللي بعدهم وتشتغلي 5 أعمدة بلفة: 1 2 3 4 5، وبعدهم سلسلتين. وهو ده الجزء اللي بيفضل يتكرر معاكي لحد آخر السطر. بتشتغلي جوه كل واحدة من ال3 سلاسل 5 أعمدة بلفة وبعدهم سلسلتين، وهنيجي نقفل السطر مع بعض. آخر السطر بعد ما كررتي واشتغلتي آخر سلسلتين بتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وبتقفلي بمنزلقة. وده كده شكل السطر التالت. السطر الرابع هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلنا على أول عمود اللي هو ارتفاع ال3 سلاسل برضه، وهتدخلي على كل عمود تشتغلي عمود. كده 1 والعمود بلفة برضه، 2 3 4، وبارتفاع ال3 سلاسل، فكده بقى عندنا 5 أعمدة. بعدهم بتشتغلي 5 سلاسل: 1 2 3 4 5، وبتكرري، واللي بيتكرر معاكي هو ده، انك بتشتغلي على كل عمود من ال5 عمود: 1 2 3 4 5، وبعدهم بتشتغلي 5 سلاسل: 1 2 3 4 5، وبتكرري، والجزء بيمشي معاكي عبارة عن 5 أعمدة 5 سلاسل متكررين 10 مرات. بعد ما كررتي ووصلتي لآخر السطر، آخر السطر مش هنشتغل 5 سلاسل، هنشتغل سلسلتين، وبتاخدي لفة على الإبرة وهتقفلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع بعمود بلفة. تسحبي اللفة كده وبتاخدي عدد لفاته على مرتين، واحنا كده برضو يعتبر اشتغلنا 5 سلاسل، لاننا اشتغلنا سلسلتين وعمود بلفة، والعمود بلفة قيمته ارتفاع 3 سلاسل، وبالسلسلتين كده يبقوا 5. بس كده هنبقى في نص السلاسل ومش هنحتاج نشتغل منزلقات. السطر الخامس بدايته هترتفعي 3 سلاسل: 1 2 3، ودول كده بنعتبرهم عمود اشتغلناه جوه ال5 سلاسل، تمام. بعدهم هتشتغلي 5 سلاسل: 1 2 3 4 5، وهتاخدي لفة على الإبرة، وهنا هنجمع ال5 أعمدة مع بعض بغرزة كلاستر من 5 أعمدة اللي هي اسمها كلاستر أو عنقود أو حمص. فانت أول حاجة بتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرها عمود، وبتسحبي اللفة وبتاخدي لفتين بس من العمود وبتسيبي لفة، تاخدي لفة على الإبرة وتدخلي على تاني عمود، تاخدي لفتين من العمود وبتسيبي لفة على الإبرة. هي دي فكرة غرزة الكلاستر، تمام. بتاخدي من العمود لفتين لما بيبقى بلفة يعني، وبتسيبي منه لفة على الإبرة. كده 3 4 5. كده انت عندك 6 لفات على الإبرة، ال5 بتوع الأعمدة واللفة الأساسية، بتاخديهم كلهم كده مع بعض بسحبة واحدة.
فكده انت قفلتي غرزة الكلاستر. بعدها بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتدخلي جوه الخمس سلاسل تشتغلي عمود بلفة وخمس سلاسل، 1 2 3 4 5. وهو ده الجزء اللي هيكرر معاكي. يبقى انا اللي هشتغله معاكي دلوقتي هو اللي هتكرريه لحد اخر السطر. عندنا 5 اعمدة بنشتغل عليهم غرزة كلاستر من 5 اعمدة، بتاخدي من كل عمود لفتين وتسيبي منه لفة على الابرة. وهي دي فكرة غرزة الكلاستر، ايا كان عدد لفات العمود بتاخدي لفاته وبتسيبي منه لفة واحدة بس على الابرة. فكده احنا عندنا 6 لفات، بناخد اللفات كلها مع بعض. دي كده غرزة الكلاستر وادتنا الشكل الجميل اللي انت شايفينه. بعدها بتشتغلي 5 سلاسل وبتشتغلي عمود بلفة جوه الخمس سلاسل وتوسطني ايدك كده، وخمس سلاسل، 1 2 3 4 5. هتكرري الجزء ده كده من اول غرزة الكلاستر لحد الخمس سلاسل، وهاجي اكمل معاكي اخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر، اخر السطر بدل ما هنشتغل 5 سلاسل هتشتغلي في الاول 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم عمود، وبتقفلي بغرزة حشو. غرزة الحشو قيمتها انت ارتفاع سلسلة، فكده برضو بالاربع سلاسل يعتبر اشتغلنا 5 سلاسل. تمام، بس هنشوفي دلوقتي ان احنا هنبقى بقى في نص السلاسل في اخرها وهنشتغل مظبوط. وده كده شكل السطر الخامس. السطر السادس احنا هنشتغل غرزة كلاستر من 2 عمود بلفتين. اول عمود منهم هنشتغله قبل العمود، وتاني عمود هنشتغله بعد العمود، عشان كده عملنا غرزة حشو عشان نبقى في اخر قبل العمود على طول كده. تمام. السطر السادس هترتفعي 4 سلاسل، ودول اول عمود من غرزة الكلاستر. تمام. هتاخدي لفتين على الابرة، احنا هنا عندنا العمود بلفتين، وهتدخلي تشتغلي عمود بلفتين. ده كده عشان في اول السطر. تمام. اما بعد كده بتشتغلي بشكل مختلف. بعد كده هتشتغلي 15 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، وهتاخدي لفتين على الابرة. تمام. وهنا هيبان معاكي بقى الشغل اللي هنشتغل. بتسيبي غرزة الكلاستر وبتروحي على العمود ابو لفة قبله على طول كده، بتاخدي من العمود لفتين لفتين وبتسيبي منه لفة على الابرة. تاخدي لفتين على الابرة، وبعد العمود بتدخلي جوه السلاسل وبتاخدي من العمود لفتين لفتين وبتسيبي لفة على الابرة، وبعد كده بتاخدي 3 لفات مع بعض. كده انت اشتغلتي غرزة كلاستر من عمودين، اول عمود منها قبل العمود، وتاني عمود منها جوه السلاسل بعد العمود. بتكرري بقى، بتشتغلي 15 سلسلة، يبقى اللي هيكرر معاكي من اول 15 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، وبتاخدي لفتين على الإبرة وبتسيبي بقى الجزء ده. احنا بنشتغل جوه السلاسل. قبل العمود بتعملي أول عمود من غرزة الكلاستر بلفتين، بتاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة، وبعد العمود بتشتغلي تاني عمود تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض، وبتكرر 15 سلسلة غرزة كلاستر من عمودين بنفس الطريقة. هتكرري كده لحد آخر السطر وهاجي أقفل معاكي. آخر السطر بعد ما كررتي واشتغلتي آخر غرزة كلاستر، بدل ما هنشتغل 15 سلسلة هنشتغل 8 سلاسل ونقفل بعمود ب6 لفات. والعمود ابو 6 لفات سهل خالص، وهتلاقي طريقته بسيطة، هو الاختلاف بس في عدد اللفات. واحنا اللي بنشتغل بالطريقة دي عشان السطر الجاي هيبقى عندنا أعمدة كتير، فبدل ما نحتاج ندخل بمنزلقات كده، الطريقة دي بتخلينا نبقى في نص السلاسل وما نحتاجش نشتغل منزلقات وتبقى باينة معانا في المفرش. تمام. فانتي في الأول هتشتغلي 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8، وهتاخدي 6 لفات على الإبرة، 1 2 3 4 5 6، وتقربيهم من بعض كده عشان ما يطلعش العمود واسع معاكي. وهنا بنقفل على العمود
مش بنقفل بقى السلاسل، بتدخلي على العمود كده وبتسحبي اللفة، وهتبتدي تاخدي كل لفاته على مرتين كده. اول لفتين هناخد عدد لفاته على 7 مرات كده، 2 3 4 5 6 7. تمام، يبقى كده احنا يعتبر اشتغلنا ال15 سلسلة. تمام. لو انت حسيتي بقى ان الجزء ده كبير عندك، لو ايدك مثلا بتوسع في الشغل ولقيتيه كده مش في نفس الارتفاع، ممكن تخلي العمود ب5 لفات بس. تمام، وده كده شكل السطر. السطر السابع، واحنا في السطر السابع الجزء هيمشي معانا ان احنا هنشتغل جوه كل 15 سلسلة 9 أعمدة، 5 سلاسل، 9 أعمدة. فاحنا هنا هنبدأ ب9 أعمدة رقم 2 اللي هما بعد ال5 سلاسل، وهنيجي نكمل الجزء في آخر السطر. هنشوف الأول هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود بلف، وهتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي تشتغلي 8 أعمدة بلفة وبارتفاع السلاسل، فكده هيعتبروا 9. هتشتغلي كده عمود 2 3 4 5 6 7 8، وبارتفاع 3 سلاسل، فكده نعتبر اشتغلنا تاني 9 أعمدة بلفة. هتاخدي لفة على الإبرة وهتروحي جوه ال15 سلسلة، والجزء اللي أنا هشتغله معاكي هو اللي هيتكرر معاكي. بتشتغلي 9 أعمدة، 1 والأعمدة بلفة، 2 3 4 5 6 7 8 9. بعد ما اشتغلتي 9 أعمدة بلفة بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتروحي على نفس ال5 سلاسل تشتغلي جواهم نفس ال15 سلسلة، تشتغلي 9 أعمدة بلفة، 1 2 3 4 5 6 كده، 7 8 9. وبتكرري جوه كل واحدة من ال15 سلسلة بتشتغلي 9 أعمدة بلفة، 5 سلاسل، 9 أعمدة بلفة، وفي آخر السطر هنيجي نكمل الجزء اللي باقي. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر، آخر السطر هنكمل الجزء اللي كنا بدأنا من نصه، فهندخل جوه السلاسل ونشتغل 9 أعمدة بلفة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وبدل ما هنشتغل 5 سلاسل هنشتغل سلسلتين ونقفل بعمود بلفة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. وانت عرفتي ان احنا بنقفل بعمود بلفة عشان خاطر نبقى في نص السلاسل وما نحتاجش منزلقات. وده كده شكل السطر السابع. وانت ممكن تعتبري السطر السابع كده مفرد صغير لوحده، تعتبريه كوستر صغير لكوبايات او لاطباق صغيرة. السطر الثامن احنا المفروض بنشتغل جوه ال5 سلاسل صدفة من 5 أعمدة بلفة، 5 سلاسل، 5 أعمدة. فاحنا دلوقتي هنشتغل ارتفاع 3 سلاسل، 1 2 3، ودول كده بنعتبرهم خامس عمود من أول 5 أعمدة. بعد كده هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهنيجي آخر السطر نشتغل أول 4 أعمدة. تمام، هتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي جوه يعتبر 5 سلاسل، تشتغلي 5 أعمدة بلفة، 1 2 3 4
5. ده كده الشكل عندك في أول السطر. هتشتغلي بعد كده 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. والجزء اللي هيكرر معاكي واللي انا هشتغله معاكي دلوقتي ان انتي بتشتغلي كده، بتسيبي الجزء ده كله وبتشتغلي جوه الخمس سلاسل. بتشتغلي صدفة من 5 أعمدة بلفة، 1 2 3 4 5 وخمس سلاسل، 1 2 3 4 5، وتدخلي تاني جوه السلاسل تشتغلي تاني 5 أعمدة بالصدفة، 1 2 3 4 5. تمام، يبقى انت كده بتشتغلي جوه كل واحدة من الخمس سلاسل لما بين التسع أعمدة والتسع أعمدة اللي بعدهم بتشتغلي صدفة من 5 أعمدة، 5 سلاسل 5 أعمدة، بعدها بتشتغلي 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يبقى الجزء ده اللي هيكرر معاكي لحد آخر السطر، وهاجي أكمل معاكي في الآخر الجزء اللي كنا بدأنا. آخر السطر بعد ما اشتغلتي ال11 سلسلة بنكمل الأربع أعمدة اللي باقيين، فبتدخلي كده جوه السلاسل وبتشتغلي 4 أعمدة بلفة، 1 2 3 4، وبتقفلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع بمنزلقة. فكده كملوا معانا ال5 أعمدة اللي في الأول. ده كده شكل السطر الثامن، ولحد السطر الثامن كان المفرش معانا يعتبر مدور. دلوقتي هنحول المفرش من الشكل الدائري للشكل البيضاوي. هنحوله ازاي؟ احنا عندنا في السطر الثامن اتكون عندنا 10 من الصدفات. هنشتغل على أول 2 منهم 4 سطور رايح جاي، وبكده المفرش هيبقى أعلى معانا من الجنب ده. تمام، بعد كده هنشتغل على الصدفتين اللي قدامهم بالظبط 4 سطور رايح جاي، هما اللي اشتغلناهم في الجنب التاني، فهيبقى أعلى معانا من الجنبين وهيدينا الشكل البيضاوي. وبعد كده هنشتغل عليه بالطريقة اللي هتشوفيها. احنا كده هنشتغل 4 سطور على الصدفة الأولى والصدفة التانية، وهنشتغلهم رايح جاي بالطريقة اللي هتشوفيها. أول حاجة بندخل بمنزلقة جوه السلاسل، وهنا هنشتغل صدفة من 3 أعمدة، 3 سلاسل 3 أعمدة، فهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم أول عمود من التلاتة، وهتشتغلي عمودين بلف، فكده يعتبر اشتغلنا 3 أعمدة. بعدهم هتشتغلي 3 سلاسل وتدخلي تاني تشتغلي 3 أعمدة بتوع الصدفة اللي هما ال3 أعمدة رقم 2. يبقى احنا كده اشتغلنا صدفة من 3 أعمدة، 3 سلاسل 3 أعمدة باعتبار ال3 سلاسل عمود. تمام، هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتدخلي جوه السلاسل تشتغلي 3 غرز حشو، توصلي ايدك كده وتشتغلي غرزة حشو 2 3، وترجعي تشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتدخلي جوه سلاسل الصدفة التانية وتشتغلي جواهم صدفة من 3 أعمدة، و3 سلاسل و3 أعمدة. وده كده أول سطر من الأربعة. هتظبطيه كده عشان يبقى السلاسل في غرز الحشو في النص بالظبط. تمام، بعد كده بتلفي الشغل وهتدخلي على تاني عمود ونبدأ تاني سطر. تدخلي كده بمنزلقة على تاني عمود، ومنزلقة على تالت عمود، ومنزلقة جوه السلاسل عشان نشتغل جوه السلاسل مستريح. تمام، بعد كده بترتفعي 3 سلاسل، وده السطر التاني من الأربعة، وهتشتغلي العمودين. هنشتغل نفس الصدفة من 3 أعمدة، 3 سلاسل 3 أعمدة. أول السطر بنرتفع 3 سلاسل وبنعتبرهم عمود.
هتشتغلي هنا 3 سلاسل بس، 1 2 3، يعني قال له معانا سلسلتين عن السطر اللي تحت، وهتدخلي على ال3 غرز حشو وتشتغلي على كل غرزة حشو منهم غرزة حشو، 1 2 3 و3 سلاسل، وجوه الصدفة هتشتغلي الصدفة اللي من 3 أعمدة و3 سلاسل و3 أعمدة. وده كده كان السطر التاني من ال4. ده كده شكله. السطر التالت بتلفي الشغل وبتدخلي كده بمنزلقة على تاني عمود، ومنزلقة على التالت، ومنزلقة جوه السلاسل، وهنشتغل نفس الصدفة. فهنرتفع 3 سلاسل وتشتغلي عمودين و3 سلاسل و3 أعمدة. وهنا هيقلوا معانا عدد السلاسل وهيبقوا 2، فهتشتغلي سلسلتين، وعلى كل غرزة حشو من ال3 بتشتغلي غرزة حشو، 1 2 3 وسلسلتين، وبتاخدي اللفة على الإبرة وتشتغلي الصدفة التانية، 3 أعمدة، 3 سلاسل، 3 أعمدة. وده كان السطر التالت من ال4. كده فاضل لنا سطر واحد بس ويبقى كمل معانا ال4 سطور. فانت بتلفي الشغل كده وبتدخلي بمنزلقة على تاني عمود، ومنزلقة على التالت، ومنزلقة جوه السلاسل. وهنا بقى هنشتغل 3 أعمدة بس، يعني مش هنشتغل صدفة. فهترتفعي 3 سلاسل، ودول بنعتبرهم أول عمود من ال3، وهتشتغلي بعد كده عمودين، فكده بقى عندك 3 أعمدة. هتتنقلي بقى على طول على الصدفة التانية وتشتغلي جواها 3 أعمدة برضو، 1 2 3. وده كده الشكل عندك بقى عندنا شبه غرزة العنكبوت كده من الجنب البيضاوي. تمام. وده كده هيبقى وش الشغل عندنا. تمام. احنا دلوقتي المفروض ان احنا مش هنقص الخيط ده، فانت لو شغالة من شلة خيط هتشتغلي الجنب التاني بالطرف التاني للخيط في الشلة. تمام. يعني احنا بيبقى عندنا طرف من جوه وطرف من بره، بتشتغلي الجزء التاني بالطرف ده، فكده مش هتقصي الخيط. اما بقى لو انت شغاله عندك كده البقرة عبارة عن كورة، يعني ملهاش طرف تاني، فهتضطري تقصي الخيط وهنرجع نركبه تاني لما نيجي نشتغل بقى في الداير. وشوية الخيط اللي هنحتاجهم هما الحبة دول كده، يعني لو عندك حبة قد دول ممكن تشتغلي بيهم. وده كده بقى شكل الجنب البيضاوي عندنا، وزي ما انت شايفة ده كده عندنا عالي وده لسه ما اشتغلناهوش. تمام. احنا دلوقتي هنحدد بقى الصدفتين اللي هنشتغل عليهم. فانت كده هتشوفي كده هتظبطي المفرش بالطريقة دي، واحنا كده اشتغلنا على الأولى والتانية، وده كده وش الشغل. هتعدي كده بقى على يمينك. تمام. 1 2 3، بتسيبي 3 من الصدفات، 1 2 3، وهنبدأ نشتغل على الرابعة اللي هي رقم 6 عندي. تمام. يبقى احنا كده سيبنا من بعد الجنب اللي احنا اشتغلناه ده، سيبنا 3 صدفات، 1 2 3، وهنشتغل جوه الرابعة. فانت اول حاجة بتعملي عقدة البداية وهنركبها على ربع صدفة من بعد الجزء اللي اشتغلناه، 1 2 3، وجوه الرابعة هتركبي عقدة البداية، وهنبدأ نشتغل نفس ال4 سطور اللي اشتغلناهم في الجنب الأول في الجنب ده. بعد ما ركبنا عقدة البداية بترتفعي 3 سلاسل، ودول أول عمود من الصدفة، وبعد كده بتشتغلي عمودين وبتاخدي معاكي كده الخيط تحت الشغل كده، عمود 2. أهم حاجة تاخدي بالك إن ده وش الشغل عندنا. تمام. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل وال3 أعمدة،
وده كده السطر الاول عندنا. فانت دلوقتي هتشتغلي 5 سلاسل، 3 غرز حشو جوه السلاسل، وهتشتغلي الصدفة جوه الصدفة اللي هتقابلك. تمام. وده كده شكل السطر الاول من الاربعة. كان عندنا فيه صدفة من 3 اعمدة، 3 سلاسل، 3 اعمدة، وبعدين 5 سلاسل، 3 غرز حشو جوه السلاسل، 5 سلاسل، ونفس الصدفة. تمام. بعد كده بقى السطر التاني بتلفي الشغل وبتدخلي بمنزلقتين على العمودين ومنزلقة جوه السلاسل، وبترتفعي ال3 سلاسل وبتشتغلي الصدفة. هتشتغلي الصدفة وهتشتغلي 3 سلاسل و3 غرز حشو على كل غرزة حشو غرزة حشو و3 سلاسل والصدفة. وده كده كان السطر التاني من الاربعة. تمام. الفرق هنا هي الصدفة الاولى والصدفة التانية، واللي ما بينهم بقى 3 سلاسل، 3 غرز حشو، 3 سلاسل. بتلفي الشغل وبتدخلي بمنزلقتين على تاني عمود وعلى تالت عمود ومنزلقة جوه السلاسل، وهتشتغلي زي ما اشتغلنا في الجنب التاني. هتشتغلي الصدفة وبعدها تشتغلي سلسلتين 2 بس و3 غرز حشو وسلسلتين والصدفة. وده كده شكل السطر التالت من الاربعة. احنا كده اشتغلناه، بس انا بشتغله معاكي عشان لو في لسه واحدة اخت معانا مبتدئة ما تتلخبطش بقى وهي بتشتغل. تمام. وعشان كمان متحتاجيش تعيدي الفيديو لو انت ما حفظتوش. دخلنا كده بمنزلقات، هترتفعي ال3 سلاسل وتشتغلي عمودين، فكده بقوا 3 أعمدة، وهتروحي بقى على الصدفة التانية تشتغلي ال3 أعمدة، فكده شبكوا في بعض. تمام. وعطونا الشكل الحلو ده. واحنا كده هنقص الخيط، فهتاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط وبتقصيه وبتقفليه تحت الأعمدة. احنا ده كده عندنا بقى ظهر الشغل، يعني ربع عمود عندنا، ربع سطر عندنا بقى ظهر الشغل. فلما هتقفليه على الوش كده عشان لما نلف يبقى ده ظهر الشغل. ده كده الشكل عندنا بعد ما اشتغلنا على الجنبين، على كل جنب 4 سطور، وبقى عطينا الشكل البيضاوي زي ما انت شايفة كده. واحنا هنا عندنا ما بين الجزء اللي اشتغلناه في الجنب ده والجزء اللي اشتغلناه في الجنب التاني 3 صدفات، 1 2 3، ومن الجنب التاني برضو عندنا 3 صدفات. وده كده هيبقى الشكل عندك زي ما انت شايفة، غرزة شبه غرزة العنكبوت كده، هتشغلوا شكل جميل من الجنب. احنا ال4 سطور اللي اشتغلناهم من الجنب ده ومن الجنب ده ما بيتحسبوش معانا سطور، يعني كل ده يعتبر اشتغلنا السطر التامن. تمام. هو اللي احنا استفدناه بس ان احنا علينا المفرش من الجنبين وعطونا الشكل البيضاوي، لكن لما هنيجي نشتغل مع بعض دلوقتي هنشتغل السطر التاسع. تمام. احنا كده هنشتغل السطر التاسع، واحنا اتفقنا ان ال4 سطور دول هما السطر التامن، بس علينا بيهم الجنبين عشان ندينا الشكل البيضاوي. بداية السطر التاسع بتلفي الشغل عشان نبقى على وش الشغل. تمام. وهنبدأ نشتغل كده، وده كده وش الشغل عندنا. لو انت شغالة زيي هتدخلي منزلقة على تاني عمود عشان هنشتغل على تاني عمود من التالت. تمام. اما لو انت قصيتي الخيط فهتركبي الخيط على تاني عمود وتشتغلي زي. تمام. السطر التاسع بدايته هترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، واحنا هنا على تاني عمود هنشتغل عمود 5 سلاسل عمود. كده اشتغلنا العمود التاني، وهنيجي نكمل في اخر السطر على تاني عمود بالتلاتة. هتدخلي كده وتشتغلي عليه عمود و5 سلاسل، 1 2 3 4 5 وعمود. يبقى على تاني عمود اشتغلنا عمود 5 سلاسل عمود. وده كده كان السطر الرابع عندنا من ال4 سطور اللي زودناهم. احنا هنشتغل على كل سطر كده، على نهاية كل سطر هنشتغل عمود 5 سلاسل عمود، فهتنزلي على السطر اللي تحته على الصدفة على آخر عمود منها على الطرف، وهتدخلي كده تحت المنزلقة عشان تبقي على عمود. تمام. وهتشتغلي عليه عمود و5 سلاسل وعمود. هننزل على السطر اللي تحته، نسيب كده العمود وننزل على السطر اللي تحته على اخر عمود في الصدفة. فاحنا عندنا هنا اخر عمود هو كان ارتفاع ال3 سلاسل. هتدخلي كده جوه تالت سلسلة وتشتغلي عليها عمود و5 سلاسل، 1 2 3 4 5 وعمود على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع.
فاحنا كده اشتغلنا على نهاية كل سطر من السطر اللي تحت اشتغلنا عمود 5 سلاسل عمود. هننزل كده على ده كان اول سطر عندنا، بتدخلي كده تحت المنزلقة وتشتغلي عمود 5 سلاسل عمود، وده كده الشكل عندك. اشتغلنا على كل نهاية سطر على اخر عمود منه اشتغلنا عمود 5 سلاسل عمود. هتاخدي لفة على الإبرة، واحنا عندنا هنا الجزء اللي هيكرر معاكي هو اللي انا هشتغله معاكي دلوقتي. تمام، هتدخلي كده على تالت عمود من الصدفة. احنا عندنا الصدفة اللي تحت كانت 5 سلاسل 5 أعمدة، وبعدين بعد ال5 سلاسل في 5 أعمدة. هندخل كده على تالت عمود من 5 ونشتغل عليه عمود 5 سلاسل 1 2 3 4 5 وعمود. احنا عندنا السطر كله هيمشي معانا عبارة عن عمود 5 سلاسل عمود، ما عدا الجزء اللي عند الصدفات اللي هي الصدفات الكاملة معانا. يعني الصدفات اللي اشتغلنا عليها دي بنشتغل عمود 5 سلاسل عمود عادي. تمام، يبقى الجزء اللي هيكرر معاكي من اول ما بتشتغلي على تاني 5 أعمدة بتشتغلي عمود 5 سلاسل عمود. هتاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي عندنا هنا 11 سلسلة، هتسيبي الأولى والتانية والتالتة وبتدخلي جوه الرابعة تشتغلي عمود 5 سلاسل وعمود على ربع سلسلة. بعد كده بتسيبي سلسلة 2 3 وتدخلي على الرابعة اللي هي 8 سلسلة تشتغلي عليها عمود و5 سلاسل وعمود. هيبقى فاضل عندك 3 سلاسل بتسيبيهم وبتروحي على عندنا أول 5 أعمدة من الصدفة، بتروحي على تالت عمود منها وبتشتغلي عمود 5 سلاسل عمود. يبقى تاخدي بالك كده ان على ال11 سلسلة اشتغلنا 2 من العمود 5 سلاسل عمود 1 2. تمام، وبنشتغل هنا بقى هيبان معاكي بنشتغل على تالت عمود من الصدفة، وبعد كده برضو بنشتغل على تالت عمود من الصدفة. اما الجزء اللي في النص اللي بعد ما اشتغلنا على تالت عمود من الصدفة تمام اللي هما اول 5 أعمدة تشتغلي سلسلتين وبتروحي على ال5 سلاسل تشتغلي حشو وسلسلتين، والجزء ده بيتكرر معاكي بس فوق الصدفات. تمام، اللي هو سلسلتين حشو سلسلتين، وبتاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي أول عمود والتاني وتدخلي على التالت تشتغلي عمود 5 سلاسل عمود، وبتكرري بنفس الطريقة اللي اشتغلناها مع بعض دي اللي هي تعتبر دي كده دلوقتي. تمام، هتكرري كده لحد ما توصلي لحد الصدفة اللي هو كنا بعدها اشتغلنا السطور. يعني هتشتغلي على تالت عمود من الصدفة، وبعد كده هنيجي نشتغل فوق السطور دي اللي هما الأربعة. بعد ما كررتي ووصلتي ان انت اشتغلتي عمود 5 سلاسل عمود على اول 5 أعمدة من الصدفة اللي بعدها اشتغلنا ال4 سطور. تمام، احنا عندنا السطر ده مهم جدا عشان بعد كده لما نيجي نقسم لازم عدد العمود 5 سلاسل عمود يطلعوا معانا في السطر مظبوطين عشان تقسيمة القلوب تطلع مظبوطة. فهتراجعي معايا كده دلوقتي. احنا عندنا في الجزء ده كده عندنا 3 من السلسلتين حشو. تمام، عندنا 3 من السلسلتين حشو سلسلتين 1 2 3. تمام، اشتغلناهم مع الصدفات. اما عدد العمود 5 سلاسل عمود فعندنا عددهم 20، يعني من العمود 5 سلاسل عمود متكررين معانا 20 مرة. فانت تراجعي كده عشان ما تكونيش اتلخبطتي واشتغلتي بعد العمود التاني 5 سلاسل او حاجة. تمام، هتراجعي كده معايا. احنا عندنا اهو من اول ال5 سلاسل الاولى عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام، 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. يبقى الجزء اللي اشتغلناه مع بعض دلوقتي في 20 من العمود 5 سلاسل عمود. ودلوقتي هنشتغل على ال4 سطور، وهنا هنشتغل على الأعمدة الأولانية. تمام، يعني على أول عمود اللي هي على الأطراف يعني. فهتدخلي كده على بعد ما اشتغلتي هنا على الأعمدة بتاعت الصدفة على تالت عمود هتعدي كده وتدخلي جوه تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع تشتغلي جواها عمود و5 سلاسل وعمود. كده اشتغلنا على السطر الأول. السطر اللي بعده بتدخلي كده تحت المنزلقة، يعني على أول عمود بيبقى عليكي عندك فوقيه منزلقة، بتدخلي تحت المنزلقة وتشتغلي عمود
5 سلاسل، عمود. تروحي على السطر اللي بعده. السطر اللي بعده عندنا العمود الاول هو ارتفاع تالت سلسلة، فبتدخلي كده جواها وتشتغلي عمود، 5 سلاسل وعمود. ده كده الشكل عندك. كده وصلنا لاخر سطر، فهندخل فين؟ هندخل على تاني عمود. هتسيبي اول عمود والتاني احنا بنشتغل على التاني زي ما اشتغلنا كده في اول السطر على التاني. هتشتغلي عليه عمود، 5 سلاسل وعمود على ايه؟ على تاني عمود، وتتنقلي على تاني عمود من التلات اعمدة رقم 2. تشتغلي على تاني عمود، عمود و5 سلاسل وعمود. ده كده بيبقى الشكل عندك. السطر كله بيمشي معانا عمود، 5 سلاسل، عمود، ما عدا الجزء اللي عند الصدفة. بعد كده بنلف وبنرجع نشتغل تاني، وانا هشتغل معاكي السطر ده عشان لو معانا اخت مبتدئه ما يبقاش فيه اي مجال للغلط وتشتغل كده مظبوط. تمام. احنا هنا هنشتغل على اخر عمود، فهتنزلي كده عندك العمود، هتنزلي تحت المنزلقه وتشتغلي عمود و5 سلاسل وعمود. احنا بنشتغل على الاعمده اللي على الاطراف. تنزلي على العمود اللي في السطر اللي تحت، وهنا ارتفاع 3 سلاسل، فبتدخلي على تالت سلسله وتشتغلي عمود، 5 سلاسل، عمود على نفس تالت سلسله. تمام. هننزل على السطر اللي تحته. السطر اللي تحته عندنا العمود، فهندخل كده تحت المنزلقه وهنشتغل عمود و5 سلاسل وعمود. وصلنا كده للصدفة اللي هما ال5 أعمدة رقم 2 من الصدفة، فهتشتغلي على تالت عمود، عمود و5 سلاسل وعمود. تمام. بعد كده وصلنا للسلاسل، بنشتغل على على ربع سلسلة، بتدخلي كده وتشتغلي عمود و5 سلاسل وعمود على نفس السلسلة رقم 4. بتسيبي سلسلة 2 3 وعلى الرابعة اللي هي تامن سلسلة بتشتغلي عمود و5 سلاسل وعمود. واهم حاجة تاخدي بالك كده ان ما بين العمود التاني والعمود الاول مفيش سلاسل عشان ما تتلخبطيش وتزودي سلاسل او تنقصي سلاسل. بعد كده بتروحي على تالت عمود وتشتغلي عمود، 5 سلاسل، عمود وسلسلتين، وهنا بقى ايه قبلنا ال5 سلاسل، فقبلهم في سلسلتين وبعدين غرزة حشو وجوه ال5 سلاسل سلسلتين. وبعد كده بتروحي على تالت عمود وتشتغلي عليه عمود، 5 سلاسل، عمود. تمام. وبتكرري بقى بنفس الطريقة اللي اشتغلناها. تمام. اهم حاجة كده تاخدي بالك عشان ما يزيدش معاكي 5 سلاسل ويطلع الجزء مش مظبوط. تمام. حتى تشتغلي كده لحد ما هتوصلي لحد الصدفة اللي قبل ال4 سطور. بعد ما كررتي وصلتي للصدفة واشتغلتي عليها عمود، 5 سلاسل، عمود، هنشتغل على السطور. تمام. فهنا عندنا ال4 سطور، هنشتغل على اول عمود اللي هو ارتفاع 3 سلاسل، هتدخلي جوه تالت سلسلة وتشتغلي عمود، 5 سلاسل وعمود على تالت سلسلة. هنروح على السطر اللي بعده وهننزل كده تحت المنزلقة على اول عمود تحت المنزلقة، تشتغلي عمود، 1 2 3 4 5 وعمود على اول عمود. بعد كده بتروحي على اول عمود، فهنا ارتفاع تالت سلسلة بتدخلي جواها وبتشتغلي عمود و5 سلاسل وعمود. فكده احنا اشتغلنا على ال3 سطور. احنا كنا بادئين بان احنا شغالين على السطر الاخير، كنا شغالين على تاني عمود ارتفاع 3 سلاسل. تمام. فاحنا هنا هنقفل السطر بعمود وبعدين هنشتغل سلسلتين ونقفل بعمود على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، يعني مش هنشتغل 5 سلاسل. تمام. فهتدخلي كده تحت المنزلقة،
يبقى مش هتدخلي على العمود، هتدخلي تحت المنزلقة وتشتغلي عمود، وبعد العمود بتشتغلي سلسلتين وهتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل ارتفاع تقفلي بعمود بلفة، والعمود بلفة قيمته ارتفاع 3 سلاسل وبالسلسلتين، فكده يعتبر برضو اشتغلنا 5 سلاسل. بس في السطر الجاي هنبقى في نص السلاسل. وده كده شكل السطر التاسع. احنا عندنا في السطر التاسع لما هتيجي تراجعي شغلك هتلاقي العمود 5 سلاسل متكررين في السطر كله 48 مرة. هتعدي كده وتتأكدي ان هما متكررين 48 مرة. اما السلسلتين حشو سلسلتين فمتكررين في المفرش كله 6 مرات، 3 في الجنب ده و3 في الجنب التاني. انت دلوقتي هتراجعي شغلك وتتأكدي ان انت عندك 48 من العمود 5 سلاسل وعندك 6 من السلسلتين حشو سلسلتين. تمام، انا كده وصلت معاكي لحد السطر التاسع، وكده ان شاء الله انا ده اخر الجزء الاول معايا. يعني انا كده تميت معاكي الجزء الاول، وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هشتغل معاكي الجزء التاني، والجزء التاني هيكون من السطر العاشر لحد السطر الاخير. تمام، يبقى احنا كده اشتغلنا 9 سطور، وهنيجي نكمل باقي المفرش كله في الجزء الجاي، وانا هنزله في اقرب وقت ممكن. تمام، وان شاء الله لحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.